إذا تعبان ومهموم وعندك قلة بالرزق وأي دعاء تدعيه ماكو استجابة لدعائك، عليك أن تسوي هذا العمل البسيط. عن الإمام الرضا عليه السلام يقول: ما من مؤمن وصلى هاتين الركعتين إلا وانقضت كل حوائجه. يعني ما خسران شيء، هن ركعتين مثل صلاة الصبح. بالركعة الأولى بعد الحمد تقرأ آية الكرسي، وبالركعة الثانية بعد الحمد تقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن ثم تخلص صلاتك تجيب القرآن تفتح على أي سورة وتخليه على رأسك وتردد اسماء الأئمة المعصومين الاثنا عشرية، كل اسم تردده 10 مرات: بعلي بعلي بعلي، بالحسن بالحسن بالحسن، الحد الإمام المهدي عجل الله فرجه، هم تردده 10 مرات. ومن ثم من تكمل اطلب حاجتك. الإمام الرضا عليه السلام يقول مباشرة الله عز وجل راح يستجيب دعائك وراح يلبي حاجتك، وما خسران شيء إذا اشتركت بالقناة وتسوي تعليق مثلك حلو وتشارك المقطع مع الجميع وسوي له عادة نشر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.